السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل يا حبايب قلبي شوية كشر عدس. ومعايا كمان بيض، ومعايا كده البطاطس دي يا حبايبي هنحطهم على الرخامة علشان احطهم في شوية مية نقعهم واقشرهم كده، وبعدين هغسلهم واحطهم في حلة. بعد ما غسلتهم حطيتهم في حلة، حطيت عليهم شوية مية، وجبت البتنجان ده. انا ما تلاقيتش خالص في السوق عندي البتنجان ده. انا جبت من البتنجان ده الكيلو وربع ب15. جبته وقشرته وقطعته، وحطيت كمان عليه شويه ميه وشويه ملح. والبطاطس كمان انا حطيت عليها ميه، والبيض حطيت كمان عليه شويه ميه. والرز اهو يا حبايبي انا هحط شويه عدس واقلبهم، وبعد ما اقلبهم هشوف الرز عاوز عدس كمان ولا لا. هنقلبهم كويس، وكمان شويه العدس التانيين اللي معايا في الطبق هحطهم علشان يبقى معايا كده ايه، اصفر وحلو. انا بحب الكشري العدس بحط عليه شويه كركم كده، بس انا ايه المره دي قلت لا، انا لازم اعملها حبايه وحبايه، يعني العدس يبقى اصفر والرز يبقى ابيض وكده، بس بيبقى طعم جميل قوي بالكركم. ومعايا الطماطم وفلفل وخيار وجزر، ومعايا كابوتشو كمان اهو للسلطه. انا دلوقتي هاخد الرز اغسله، وبعدين هاخد كل ده على البوتاجاز نولع عليه. الرز غسلته يا حبايبي اهو، واحط عليه شويه ميه، شويه ملح، وبعدين البطاطس هحط عليها شويه ملح، وكمان البيضه هحط عليها شويه ملح كده، واسيبهم بقى ايه، اغطي على كل حاجه بقى. هغطي على الرز والبطاطس لما يستووا، وبعدين البيض اول ما يستوي هطفي عليه. انا الرز غلى معايا وهديت عليه عشان يتردد، وجبت بقى طاسه فضيت فيهم شويه زيت حلوين. هسيب الزيت يتقدح شو حبه حلوين كده، وبعدين هاخد منه شويه على على الرز عشان اقلب الرز بيه. والبيض بتاعنا استوى، هنحط بقى على الرخامه بتاعتنا كده يبرد علشان نبقى نقشره. والزيت انا سايباه يتقدح معانا، وهاخد منه شويه اقلب منه الرز، والباقي اهي هاخده اقلي فيه بقى البطاطس بتاعتنا كانت استوت، وخدتها بقى صفيتها وغسلتها تاني، وبعدين ايه هجيبها دلوقتي علشان ايه نقلها معاكم. تمام كده، هحطهم كلهم كده في الطاسة، وبعدين ايه انا هجيب كمان طاسة تانية علشان نحط بقى ايه فيها البتنجان بتاعنا نقليه. صراحة انا كنت نفسي اعمل كشري، كان نفسي صراحة اجيب بتنجان من التاني الكبير الكبيرة ديت، بس ما تلاقيتش مني يعني اليومين دول. اتلاقيت ده قلت لا، انا هجيبها ماشي بالغرض. ودلوقتي بنعمل السلطة بتاعتنا، وانا بعمل السلطة حتى البطاطس كمان على النار، والبتنجان والرز كمان اتردد وطفيت عليه حلوين. انا بعمل دلوقتي السلطة وقشرت كمان البيض، وانا بقلب دلوقتي البتنجان والبطاطس. اول ما يتحمروا على الوش التاني هشتريهم على طول. حبايب قلبي اللي ما اشتركش في قناة ام امان ممكن يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ده فضل ليس امرا. انا دلوقتي عملت الدور الاولاني اتحمر كده وشيلته، الدور التاني هحطه يا حبايبي. انا كمان حطيت البتنجان الحبة اللي كانوا فاضلين، والبطاطس كمان اللي كانوا فاضلين حطيتهم تاني في الدور التاني. وخلصت كده قلية البطاطس، ونعمل بقى دقة البتنجان. احلى دقة دي يا حبايب قلبي، انا بحب اعملها فعلا البتنجان. انا جبت كده قرنين فلفل، واحد حامي وواحد بارد، وفرمتهم في الكبة. وجبت الاول الطاسة حطيت فيهم نص معلقة توم، وشوحتها الاول خدت لون مصفر كده، وبعدين حطيت عليها ايه الفلفل، وهقلب الفلفل شوية تاخد تشويحة كده، وبعدين هجيب برضو حبتين طماطم مفرومة برضو في الكبة واحطهم عليها. وفي الطاسة التانية انا كنت ايه حاطة شوية زيت عشان ايه احمر البيض. الاولاد عندي بيحب البيض يكون ايه متحمر وكده، ما يحبوش ياكلوا ابيض. وكمان الخلطة بتاعتنا يا حبايب قلبي، التومة التومة بالفلفل بالطماطماية عم اتسبكت كويس، هنحطها بقى على البتنجان. والرز بتاعنا استوى، وكمان احنا جبنا ايه الدقة بتاعتنا علشان نحطها على البتنجان. وانا دلوقتي بحطها على البتنجان اهو. لازم احط الاول طبقة وطبقة، بس انا الان حطيت البتنجان الاول كله، وبعدين انا حطيت الدقة دي كلها على وش الطبق من فوق
علشان برضو في ناس كمان بتحب الدقة وفي ناس ما بتحبش الدقة، يعني في كده وكده. تمام كده، انا حطيت كل الدقة اهو في الطبق، وهسيبها بقى اما تبرد. والبطاطس بتاعتنا جاهزة، والسلطة والبيض والرز. ده السلطة كده يا حبايبي، انا بوريها لكم انا عملتها، وانا كنت بقلي في البيض والبطاطس. تمام كده، كل حاجة بقى جاهزة. انا الرز كمان بتاعنا اهو كل حاجة سخنة، وكمان الخضرة بتاعتنا انا غسلها ونقعها كمان في مية. وده كده غدانا يا حبايب قلبي النهاردة. غدا حلو كده وبسيط، واشوفكم على خير، مع الف سلامة.